يعني ايه ورم، وايه هو الفرق بين الورم الحميد والخبيث؟ كلمة أورام معناها إن الخلايا بتتكاثر بشكل غير طبيعي. يعني إيه؟ طبيعة الجسم بيحصل فيه تكاثر بشكل طبيعي عند مستوى معين يتوقف هذا التكاثر، لكن الأورام عند مستوى معين ما بيوقفش هذا التكاثر، وبالتالي تفضل الخلايا في تكاثر مستمر. ودي مش طبيعة ربنا خلقها في الإنسان. يعني الجلد كلنا جلدنا بيتغير، فالتغير ده بيجي عند مستوى معين وقف. لكن السرطان أو الأورام بنتكلم إن هي خلايا بتتكاثر بشكل غير منتظم وغير متوقف. عشان أفرق بين الأورام حميدة أو خبيثة، لازم الشخص اللي هيلاحظ إن عنده مشكلة يتوجه للطبيب المختص، هو اللي هيقول له والله إحنا محتاجين نعمل فحوصات معينة عشان يطمنك المشكلة اللي موجودة عندك مشكلة أورام حميدة أو أورام خبيثة. طيب، أسهل الموضوع أكتر للناس لو أنا بتكلم على الكيس الدهني. الكيس الدهني ده بالفعل ورم، ولكن ورم حميد. الخلايا بتتكاثر بشكل غير طبيعي، ولكن عند مستوى معين تقدر ان هي هذا التكاثر يبدأ يقل بالتدريج. الورم الحميد مفيش منه مشكلة، مفيش منه خطورة، ما بيتحولش لأورام خبيثة، وبالتالي التعامل معاه بيكون سهل وبسيط. لكن الأورام الخبيثة التعامل بتاعها بيكون بشكل مختلف، وبالتالي المريض لازم يتابع مع دكتور مختص عشان يقول له خطة العلاج اللي هيمشي عليها بعد ما يحدد المشكلة ايه بالظبط.